كريستيانو رونالدو مليار متابع. نعم، ما عنده 80 ملة متقاتلة وفقه لا، مليار متابع طبعا. لا يؤذون أحد، مبسوطين. حتى لو صار وراثي اسمه دين الكريستيانو مثلا، دين جميل لا يؤذي أحد، لعب، مرح، فن، كرة قدم، حلو، ما في طوائف متناحرة. يتابعوا مليار؟ نعم مليار. هل نستطيع أن نشبهه بالأديان؟ أكيد لا، لأنه هذا لا يؤذي أحد. إذا كان هناك رب بعد الموت، هل يزكي أمة مليار أم مليار يتابعون رونالدو؟ أكيد يزكي مليار يتابعون رونالدو. لا سبوا حدا، لا اعتدوا على أطفال، لا غزوا، لا انهبوا، لا كفروا، لا طعنوا، لا دهسوا، ولا سووا أي شيء. توقعت هالشيء. مليار. طبعا كريستيانو رونالدو كأكثر شخصية في العالم حتى الآن يتابعها الناس بالمرح، باللعب، بالفن، كرة القدم، طبعا بالأخلاق. على فكرة ترى اللي يجمع العالم كله الرياضة. في كل حي، في كل دولة ومدينة تجمعهم الفيفا وليس أي دين، لا الدين ولا الإنسانية، تجمعهم الرياضة بالدرجة الأولى. طبعا وبالدرجة الثانية الاقتصاد أيضا، الاقتصاد والمصالح المشتركة. لكن أكثر جامع للبشرية ليس الدين، ليس المحبة، ليست الإنسانية، لا، هي الرياضة. نعم، وهم مجتمعين بالرياضة على محبة أكيد، ولكن الرياضة أكثر من جمع البشرية، لا الأديان ولا حتى الاقتصاد. لكن الاقتصاد يأتي في المرتبة الثانية، يلي هي المصالح المشتركة الذي يجمع البشر. نعم، الاقتصاد في المرتبة الثانية والرياضة في المرتبة الأولى. لو كان هناك دين اسمه دين الكريستيانو ويتكاثر ب4 نسوان مثلا، ويتزوجون ويتكاثر ب4 نسوان، الآن هل متابعينه بالمستقبل يصيرون أكثر من 4 مليار؟ ما عنده طوائف متناحرة، ما عنده فقه، لا، عنده ثقافة حياة وليس فقه موت للأمانة. شايفين؟ ما تقول لي أنا أمة مليار وأنا هاي كريستيانو مليار، معناته هو الدين الصح دين الكريستيانو. توقعت هالشيء.